السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، وحشتوني يا رب يا سندريلا تكوني بصحة وخير، واهلا بيكي في اسرار سندريلا. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مكرونة بشاميل. طبعا كلنا عارفين طريقة المكرونة البشاميل، بس ممكن مثلا تاخدي تكة من هنا مع تكة من هنا. فهو اصلا فايدة وصفات الطبخ ايه؟ ان انت بتتفرجي على حاجة معينة فتقولي ده انا هنا ما بحطش كذا، ده دي ممكن تديها تيست لون، يدي طعم حلو وهكذا. فانت بتتفرجي بتاخدي افكار. انا بلاحظ دايما ان اكتر فيديوهات الطبخ بصراحه ما بتجيبش مشاهدات قوي، مش عارفه ليه برضو، الا لقنوات معينه انتوا اتعودتوا ان انتوا بتاخدوا منها. بس جربوا كده مره مثلا تتفرجوا على ام عمر وهي بتطبخ، هتاخدي منها وصفات حلوه جدا وحاجات ممكن تكون مش موجوده في قناه تانية، مش عشان هي اختي يعني. جربي مثلا في قنوات كتير انا بنزل، في قناه اسمها مطبخي مع روما، على فكرة عاملة شغل، والله انا بحلف تحفة. القناة لا يعني عايزة اقول لكم ممكن يكون فيها 2-3 فيو في الفيديو، حاجة يعني ما تعقلش، مش ظاهرة خالص. وكانت مشتركة معانا في المسابقة بتاعة الكيك، بس كانت عاملة نوتيلا اللي هو الكريب بالنوتيلا بالموز، وعاملاه على الجريل، حاجة شغل بروفيشنال يعني. فبجد انصحكم ان انتوا تخشوا قناة مطبخي مع روما وتخشوا قناتهم مع عمر. عايزين نكمل بقى ال50,000، عايزين نكمل 50,000 ان شاء الله الشهر ده. اتمنى منكم لو كل اللي بيحبوا ام فيروز يدخل قناة ام عمر وحبايبها، ونكمل مع بعض ال50,000 عشان نفرح كلنا سوا. اعمل لكم حفلة حلوة قوي قوي قوي. حاجة كمان اللي انا عايزة اقولها، ان انا عاجبني، مبسوطة ان انتوا عاجبكم اللوك بتاع الاشاربات. بصراحة انا اول مرة اجربه معاكم، بس ما جبتش غير لونين، الاحمر ده في الكحلي والتاني جراي في بينك في كحلي برضو. فعشان ما تقعدوش تقولوا انتوا على طول يا ده، لا ان شاء الله بس يومين كده ان شاء الله، واجيب منه كمان الوان، لانه بصراحه طلع حلو قوي. انا قلت بس اجيب 2 اجربهم، بعدين اشوف الدنيا ماشيه ازاي، بس لقيته حلو عليا كده وحلو. فان شاء الله نكمل بقيه الالوان يعني، ما دام عجبكم وعجبني وطلع اللوك بتاعه حلو في الفيديوهات شكله شيك، فنكمل فيه مش مشكله، دايسين يعني. لو انت اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، متنسيش تعملي سبسكرايب وتعملي لايك للفيديوهات. ومش هقول تاني، اعملي سبسكرايب، اعملي سبسكرايب لحد غير اجبروا بخاطر الست اللي قامت ولبست وواقفه في المطبخ وهي بطرحتها، وانتوا عارفين هنا الكويت وجو الكويت وحر الكويت. فيعني اعملي سبسكرايب، فيها طب هو هيفرق معاكي في حاجه؟ ده بالعكس، ده ربنا يحط، انت تحطي سبسكرايب من هنا ربنا يحط لك حسنه من هنا. هو مش عارفه يا حسنه قلبت على شحاته شويه، بس مش مشكله، كله في ده القناه. بحبكم قوي. يلا بينا نكمل كده المكرونه. اللي بحطها على النار تتسلق اهي. المكرونه انا عاملاها مكرونه عاديه خالص اهي، شايفينها مكرونه عاديه. رغم ان انا عندي اللي هي المكرونه اللي هي المقصوصه او مكرونه البنه اللي بيقولوا عليها. بس انا عملت المكرونه دي عشان عايزه ابين لكم ان اي حاجه عندك هتنفع برضو معاكي. يعني ده المكرونه اهي، ده المكرونه البنه اهي اللي هي بتتعمل في البشاميل. بس انا على فكره بقى لو انتوا جربتوا المكرونه نوع تاني هيدي طعم تحفه جدا، وتست كده مختلف للبشاميل هيعجبكم. بس طبعا احسن نوع مكرونه هنا مكرونه المطاحن. حبيت برضه اوريكم شكلها. اول السندريلا اللي احنا هنحضرها مع بعض هي اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه انا بجيب من الجزار اللحمه بتاعتي، وبعمل حساب ان هو ان انا اجيب مثلا كيلو او نص، او اللي انت بتجيبيه لحمه مفرومه ساعتها بستخدمها في البشاميل. طيب ما عنديش لحمه من بتاعه الجزار، بستخدم اللي هو النوع اللي هو امريكانا مفروم، انا بصراحه بحبه. في نوع تاني جبته اللي هو كان خزان، ما عجبنيش، كان ليه ريحه، وده برضو يعني ليه ريحه شويه لان انا مناخيري فظيعه. بس بظبطه بالتوابل، بهارات لحمه، بهارات برياني، الهيل بكتره شويه. كل دوت بيشيل الريحه خالص. نطره القرفه فظيعه، قرنفل، حبه نونو، برضو كل ده بيضيع ريحه اللحمه خالص، ومش بتحسي ان هي ليها ريحه. انا دلوقتي حطيت، بس اوريكم حته سمنه صغيره كده، سمنه نونو او لو زبده، بتدي ريحه حلوه عن الزيت مع اللحمه المفرومه. الزيت مع اللحمه المفرومه تحسيه كده، تخلي اللحمه المفرومه ليها ريحه كده ومزيته شويه. فهي حته سمنه صغنطوطه خالص مع البصلايه بتاعتك. البصلايه زي ما انتم شايفين كده انا مقطعاها حاجات نونو خالص اهي،
وهنحط عليهم حته السمنه، وبعد كده بنحط اللحمه المفرومه بتعملها يعني الصوص بتاعك عادي يعني. وبحط البهارات اللي انا قلت لكم عليها. في الاخر خالص 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 بحط نقطه صغيره قوي من الصلصه وبقلبها كويس. حابه بقى ان انت تزودي فيها، تقطعي فيها فلفل، تقطعي فيها زيتون، يعني اللي هو بقى الحشو بتاع مكرونه بشاميل ده اختياري، بس انا بعملها بلحمه مفرومه عليها بس ايه زي صوص طماطم كده وخلاص. وخلي بالكم صوص الطماطم كمان بيضيع ريحه اللحمه المفرومه، بيخليها حلوه جدا. هنا يا بنات انا بقلب اهو اللحمه المفرومه، شوفوا يعني عامله زي جوس، مش ما تخليهاش ناشفه قوي تنشف منك على النار، لا خليها ايه طريه كده وفيها جوس شويه ميه صغيرين يعني، مع عصير الطماطم حبه نونو كده مع نقطه صلصه، وانا كمان حاطه نقطه كاتشب صغيره قوي عليها هتديها برضو تيست حلوه قوي. جربوا. خلاص على الحله التانية اهي الحله بتاعت المكرونه، خلاص المكرونه اتسلقت وانا وريتها لكم. هنحط هنا كيلو الحليب. انا كنت لابسه المايك مش عارفه بقى دلوقتي الصوت عامل ايه، لان بصراحه السلك عشان يعدي على البوتاجاز فغلط يعني. احنا بس هنفضي كيلو الحليب بتاعنا وهنولع النار عليه. مش على نار عاليه قوي، على نار هاديه عشان طبعا اللبن ما يشدش معاكي. هنسيبه لحد ما يدفى كده تدفيه يعني، يبدا يغلي كده يعني مش يغلي قوي. هنبدا نحط نطره ملح ونطره فلفل اسمر، وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. خلطه البشاميل اللي هي كنور يعني اكيد كلنا يعني بنستخدمها، بس في ناس بتعمل البشاميل باللي هو دقيق وسمنه وكده. انا بصراحه لا، انا بسخن الحليب الاول وبعد كده بحط البودره اللي هي الخلطه بتاعه البشاميل دي واحده واحده. فكروني اجيب ده سيليكون عشان ده بيبهدل الحله. لو حد عايز يجيبهولي هديه على فكره عادي جدا مفيش مشكله يعني. اكتر حاجه بحبها الهديه، حياتي الهديه يعني. يبقى يوم كنت بصوا لو ابو فيروز دخل عليا حتى بباكو شوكولاته في قمه سعادتي ورونقي ونشاطي. ففعلا انا محتاجه اجيب البتاعه دي سيليكون. بصوا لو انا خرجت كده في اي مكان ولا هو بقى ابو فيروز يجيبها لي بقى بهديه عيد الام، بس لا دي هتبقى يلا اي حاجه انا موافقه مش مشكله. بس فعلا البتاعه دي لو عندك حلل تيفال او حلل سيراميك مش حلوه خالص، لازم تجيبي دي بقى الاضافات بتاعتي. بحط مكعبين 3 جبنه كيري او جبنه نستون عاديه، جبنه طعمه، بريزيدون، لافاشكري، اللي انت عايزاه يعني ايه. سهلي على نفسك زي ما قلت لك، ما عندكيش مكرونه بينا عندك مكرونه عاديه اشتغلي، مفيش حاجه هتقف يعني. بالعكس انت ممكن تعملي حاجه وتضيفي حاجه تدي طعم احلى على فكره ويعجب اللي هياكلوها يعني. معلش في حته كده كان فيها حته جبنه رومي فاكلتها. وبرده هتدي تقليبه للجبنه، ممكن الجبنه ما تسحش معاكي قوي عادي يعني لو فيها حتت كده مش مشكله، بس هتدي ريحه وطعمها حلو. احنا حطينا ملح وفلفل اسمر وهيل نونو كده. انتوا عارفين انا بدخل الهيل في كل حاجه في حياتي. عايزه اجرب لكم اللي هي الغريبه الكويتي بجد. انا بتجيلي كده مثلا ما ببقى في مطعم في كافيه في اي حاجه، فبيجي مثلا اطلب الكافيه لاتيه، اطلب قهوه اي حاجه، فبيروح جايب حاططها كده. غريبه الكويتي دي بجد لو حد فيكم يعرفها او جربها قبل كده، بس انا ان شاء الله هجيب طريقتها وهعملها معاكم. وهم انا على فكره ما بحبش الغريبه يعني، انا ما بحبش الغريبه البيضه بتاعت مصر اللي هي اكلها كده حسها، لا دي طعم الهيل مديها طعم جبار. شوفوا البشاميل بدل يتقل معايا شويه، عشان تخليه يتقل معاكي شويه سندريلا علي النار سنه بقى يعني، نبدا نعلي النار كده سنه. هنا جبنا الموتزاريلا في حبايبي بيضيفوها على الوش من فوق، انا مش بحب اضيفها على الوش من فوق يعني مركزه قوي على فوق،
لان هي بتتحرق. الموتزاريلا لو حطيتي عليها الشوايه هتلاقيها نشفت كده. طاجن البايركس بتاعي يا رب بس ما يتكسر كمان، وهنحط فيه المكرونه. دهنت بس حته سمنه صغيره، وهبدا انزل بنص المكرونه بتاعتي اهي. بسم الله. بصوا المكرونه تحسي كانها معجنه كده، هي يعني مش معجنه بس انا عايزاها كده اهي. هنحط عليها من البشاميل. بصوا يوم البشاميل ده بيبقى ايه، زروطه زروطه يعني اهو. لسعت. هقلب المكرونه بالبشاميل. لازم المكرونه تاخد من البشاميل اهو. الصينيه حطينا المكرونه عليها البشاميل ودقنا، كانت عدبه شويه فحطيت عليها رشه ملح بسيطه. هحط اللحمه المفرومه. انت بتحطي بس دوسي لجوه كده. كنت عملت عليها مره يا بنات بشر جزر كان فظيع مع اللحمه المفرومه، جربوه برضه هيعجبكم قوي. طبعا انا مش هحط اللحمه المفرومه كلها، هسيب حته نون وكده هعملها لي في ساندوتش. ولا احنا ملناش نفس ندوق؟ بصوا والله ولا ريحه، اي ريحه. بصوا شكلها عامل ازاي، تحفه. هننزل بقى عليها بايه تاني؟ بحبه بشاميل اهو. خدت بالكم؟ تمام. بعدين نحط باقي المكرونه. هندي تقليبه كده للي في حله المكرونه اهو. يا رب بس الصوره تكون واضحه اهو. باقي حله المكرونه اهو. انا بقى هحط عليها حبه كده شويه كده، حبه نونو كده، واديها تقليبه اهو عشان يشرب المكرونه كلها، تشرب من البشاميل. شايفين؟ عشان بنات كتير قالت المكرونه بالبشاميل ما بتطلعش مظبوطه معاها. وعلى فكره مامتي حبيبتي ما بتاكلش المكرونه بالبشاميل غير من ايدي، ربنا يخليها لي يا رب. خلاص نبدا بقى ايه، نظبط كده الطاجن بتاعنا، الحلوه بتاعنا والمكرونه بتاعتنا والشوكه بتاعتنا وكل حاجه بتاعتنا. قشطات، قشطه سندريلا اهو. تمام. بعدين بقى اخر خطوه ايه يا اموره، برافو عليك، ننزل بالبشاميل. واو، واو. ثواني بس ايه، نرص كده الدنيا. ارخم حاجه بقى، بصوا بقى الطاقه السلبيه بقى، المواعين اللي بعد المكرونه بس هي دي، انما غير كده كله تمام وقشطه وقشطات. واو. طبعا مش بايدك يا سندريلا، انا شايفاك يا حبايبي. اللي طلبت مني شكل الفيو من البلكونه، هو طبعا معمول حديد عالي شويه عشان احنا هنا في الدور فوق قوي، فربنا يحفظ اولادنا جميعا يا رب. بس انا هديكم بقى ايه فيو كده للشكل
طبعا هو على طريق سريع، فانتوا هتلاقوا بقى ايه العربيات بقى ومش عارفه ايه. هقلب لكم بس الكاميرا عشان زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا احسن وقت بحبه هو الوقت ده بصراحه، يعني اللي هو وقت خلاص العصر ادى، تبدا بقى الشمس تروح، تبقى في اضاءه بس هاديه، يعني الشمس مش قويه قوي. ف يلا بينا يا جماعة نشوف المكرونة البشاميل بتاعتنا النهاردة هتبقى ايه. طبعا الشكل ده عاجبني جدا، بس مشكلة في البتاع ده مش عارفة ليه، يعني ليه ما يبقاش فيه شيف ست؟ يعني ليه مش عاملين اوبشن ان فيه شيف ست؟ ليه الشيف راجل كده وبشنب وشكله خلينا نشوف المكرونة البشاميل عشان ما تتحرقش مننا. هنا انا طفيت عليها خلاص من تحت ومولعه عليها الشوايه، بس هبدأ كده ألفها شوية عشان الجنب ده اتعمل، الجنب اللي هناك ده لأ، بعدين نرجع له مع بعض تاني. وده يا حبايبي كان شكل المكرونة البشاميل اهي. يا رب كده بالهنا ان شاء الله، وتجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. ولو انت اول مره بتشوفيني جنب المكرونه البشاميل يا ريت تعملي سبسكرايب عشان تنضمي معانا لاسره اسرار سندريلا وحبايبي اللي بحبهم ومعايا على طول. سوشيال لايكات وكومنت حلو، بحبكم قوي. ام فيروز.